استضافت جامعة قناة السويس صباح اليوم ورشة عمل بنك المعرفة ودور النشر العالمية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث. يعد بنك المعرفة المصري من أبرز بنوك المعرفة عالميا، وأثنت عليه منظمتي الأمم المتحدة اليونسكو واليونيسيف كنموذج رائد تجاوز دوره كمنصة إلكترونية ليصبح أداة استراتيجية لتأهيل الباحثين. الحقيقة هي فرصة كويسة جدا ان احنا نتعرف على الخدمات، لان الجامعة والدولة بتستثمر جزء كبير جدا في ان هي يعني توفر المصادر دي ودي مصادر يعني مكلفة للغاية وصعب الوصول ليها للافراد، وبالتالي الدولة والحكومة والجامعة بتوفر هذا الكلام بشكل يعني رائع وبيتم طبعا تجديده سنويا. دي مش تكلفة بتدفع مرة واحدة، دي تكلفة بتدفع كل سنة، وبتشترك فيها الحقيقة الجامعات كلها من المصادر بتاعتها، والمجلس الأعلى بيتولى إدارة المجلس الجامعات بيتولى إدارة يعني الاشتراكات دي. فالحقيقة دي مصادر مدفوعة، ما هياش مصادر مجانية، صعب الحصول عليها، ففرصة ممتازة جدا للباحثين ان هم يعني يستخدموا ويعرفوا ازاي يستغلوها بأقصى قدر ممكن. يعني كل الجامعات العالمية بتأكسس عليهم، بتاخدوا المعلومات بتاعتها منهم، فاحنا بنصل الى المنبع. يعني هو ده المصدر الاساسي للمعلومات الأكاديمية الموثوقة اللي هي عبارة عن أبحاث محكمة، مش مقالات عامة للقارئين العاديين. احنا بنك المعرفة اتاح فرصة كبيرة جدا جدا للطلبة ان هم يعملوا سيرش يعني اونلاين على كل مصادر المعرفة. عندنا رسائل، عندنا دوريات، عندنا كتب، وفي منها كتير جدا عدد مهول فول تكست على مستوى العالم. دلوقتي هو الطالب يقدر يدخل ويسجل بمجرد بس بيحط الايميل الشخصي والاي دي نمبر، وبيسجل من خلاله على بنك المعرفة بدون اي رسوم. حتى لو احتاجنا للميل الأكاديمي احنا بنتجه في عندي اي تي يونت في كل كلية، وعندي وحدة MIS في مركز تطوير التعليم بساعدهم ان هم ياخدوا الميل الأكاديمي ويفعلوه.